مبروك علينا تأهل تاريخي للمنتخب المغربي، المنتخب اللي كيستحق التأهل، وهذا التأهل راه كنا كنستحقوه في الماتش. هذاك الشيء اللي درنا وسط الماتش راه ما يمكنش، وهذاك الشيء اللي داروا اللعابه ديالنا وكيفاش ردوا هولندا منتخب اللي ضعيف. راه تخيل معايا في بعض المرحله من الماتش راه وصل الاستحواذ ل 80%، وصل حتى 84% مقابل 16% لهولندا، والمنتخب المغربي وصل 800 تمريره في هذا الماتش. راه تخيل معايا، راه منتخب مرعب، راه الرعب عاشته هولندا في هذا الماتش. ولولا الحارس ديال هولندا اللي دار ماتش كبير واللي تصدى على الاقل واحد 4 الاهداف، راه ما يمكنش هذاك الشيء اللي دار في الماتش. وشحال جبد ديال الكواري، لا كانت هولندا غتخرج بكارثه وبفضيحه كرويه. ولكن استقبلنا هدف عكس مجريات الماتش، فراه كنا ضاغطين ومسيطرين ومستحوذين وكنخلقوا الخطوره فرصه من مورا فرصه ومتحكمين في الريتم ديال الماتش كيف ما بغينا. جات كره اللي طويله، شادي رياض كانت عنده اصابه وضربت الكره في الظهر ديالو، وتما فين كانت المشكله وما كانتش التغطيه الصحيحه. استغلت هولندا ديك الكره، وهذيك تقريبا هي الكره الوحيده الخطيره اللي جات المنتخب الهولندي، سجلها كودي غاكبو. ولكن هنا فين كتبان الشخصيه ديال المدرب والتبديلات الناجحه. راه ملي كنقولوا مدرب راه ماشي غير مدرب واقف في الخط ولا عنده مساعدين غير جالسين حداه، راه مدرب كيعرف كيفاش يقلب الماتش وعنده مساعدين اللي ذكيين بزاف. ساكارامينتو راه دوز جوزي مورينيو ودوز باري ودوز روما ودوز بزاف ديال الفراقي، يعني مدرب عنده خبره كبيره ودوز مع مدربين كبار. وراه وهبي قال انا جبت مساعد باش يكون احسن مني، باش مني ندور نلقاه، ماشي نجيب مساعد اللي عادي. وهذا الشيء اللي كان التبديلات اللي دخلهم واللعابه اللي دخلوا. شمس الدين الطالبي اللاعب الرائع والتبديل ناجح 100%. راه عرضيه طوني كروس هذيك ماشي عرضيه شمس الدين الطالبي، وتبارك الله على هذيك العرضيه كيفاش جات وكيفاش عيسى ديوب تحرك ودخل كمهاجم صريح وضرب هذيك الكره بالراس اللي ارتقى ليها واحد الارتقاء لتاريخ. تسجل هذاك الهدف راه واحد الفرحه جنونيه، راه ماشي غير في التيران، راه في القهاوي في اي بلاصه كانت فرحه جنونيه. علاش؟ لان المنتخب المغربي كيستحق هذاك الهدف، وهذا الهدف اللي خلانا نمشيو للاشواط الاضافيه واللي جات واحد الكره اللي ما يمكنش سفيان الرحيمي يقدر يدريبل الدفاع. ولكن كيف ما قلت لكم راه الحارس تعملق في هذا الماتش، جمع بوفون وكاسياس ومانويل نوير في ماتش واحد ودار هذاك التصدي الخرافي ومشى الماتش لضربات الترجيح. وهنا فين كانوا الرجال، وهنا فين كان ياسين بونو الحارس اللي فين ما غتحتاجو غتلقاه. ضيعنا حنا وضيعت هولندا. ولكن ملي كنقولوا بان الكره باغاك، راه الضربه ديال سفيان الرحيمي كيفاش تتماركات، راه الاعجاز. راه ما يمكنش هذيك الكره كيفاش تتماركات. ملي كتبغيك الكره راه هي هذه تسجل هذاك الهدف ديال سفيان الرحيمي، لان كنا قبل منه وضيعنا الضربه الاولى. التصدي الخرافي من ياسين بونو اخترع طريقه جديده للتصديات البلانتيات. راه ما يمكنش. ياسين بونو افضل حارس في العالم، ربما من افضل الحراس في التاريخ ديال الكره في التصدي لضربات الجزاء. راه كنتفرجوا في بزاف ديال الماتشات وكنتفرجوا في بزاف ديال الدوريات، ما كاينش شي حارس كيدير هاد التصديات اللي كيدير بونو. مبروك لينا ومبروك للشعب المغربي على هذا التأهل.